مرحبا بكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ملعب مولاي الحسن بالرباط. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة ستيديز 360، حيث نواكب معكم آخر مستجدات الملاعب في المغرب. اليوم سنتحدث عن تقدم أشغال ملعب مولاي الحسن بالعاصمة الرباط، الملعب الذي يشهد تغييرات مهمة استعدادا للمنافسات القادمة. تابعوا معنا التفاصيل الكاملة. تقدم الأشغال في ملعب مولاي الحسن. الأشغال في ملعب مولاي الحسن وصلت إلى مرحلة متقدمة، حيث تم الانتهاء تقريبا من وضع الأساسات، والآن يجري تركيب مدرجات الطابق الأرضي بوتيرة متسارعة. هذا التطوير يهدف إلى تحسين البنية التحتية للملعب وجعله أكثر جاهزية لاستقبال المباريات الكبرى. الملعب سيشهد تحسينات على مستوى المدرجات، الإنارة، أرضية الميدان، وحتى المرافق الخاصة باللاعبين والجماهير، مما سيجعله واحدا من أفضل الملاعب في العاصمة مقارنة بين الماضي والحاضر. إذا رجعنا بالذاكرة قليلا، كان ملعب مولاي الحسن يتميز بحجمه الصغير، لكنه استضاف مباريات مهمة خاصة لنادي الفتح الرباطي. واليوم مع هذه الأشغال نحن أمام ملعب أكثر تطورا وحداثة، مما سيرفع من جودة المباريات وأداء الفرق التي ستلعب على أرضيته. موعد انتهاء الأشغال وتوقعات المستقبل. بالنسبة لموعد انتهاء الأشغال، تشير التوقعات إلى أن الملعب سيكون جاهزا قريبا، وربما نشاهد أولى المباريات عليه في الأشهر القادمة. هذا التطوير يدخل في إطار الاستعدادات الكبرى للمغرب لاستضافة تظاهرات رياضية كبرى، ومنها كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030. إلى هنا نصل لنهاية جولتنا حول آخر مستجدات ملعب مولاي الحسن. الآن جاء دوركم. ما رأيكم في هذه الأشغال؟ هل تعتقدون أن الملعب سيكون جاهزا في الوقت المناسب؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم أحدث أخبار الملاعب المغربية والعالمية. شكرا لكم على المتابعة، ونلتقي في فيديو جديد قريبا. ماركن. مرحبا بكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.